ناس كتير كانت شايفة إن محاكمة الطالب القاتل محمد عادل كانت سريعة، ولكن ناس تانية كانت شايفة إن ده طبيعي لأن اللي عمله كله تم تصويره بالصوت والصورة ومش محتاج أكتر من كده أدلة. والحقيقة إن في محاكمة تانية تعد من أسرع المحاكمات في مصر، لأنها خدت 4 أيام فقط لإصدار حكم الإعدام على المتهم. والقصة إن عام 1927 اتفزع المصريين بخبر قتل شخص يدعى عباس محمود أنديل لجواهرجي روماني يدعى بروكوفيتش ونجله خلال تواجدهم في محلهم في شارع فؤاد الأول. والأفظع إن الواقعة حصلت في وضح النهار، وحصلت الجريمة لما تسلل المتهم عباس محمود أنديل لمخزن الخواجة بروكوفيتش، وبمجرد دخوله هو ونجله قام بإطلاق النار عليهم، الأمر اللي أدى إلى سقوطهم قتلى في الحال. وشعرت الناس بالشارع بالواقعة، وحاول عباس أنديل الهرب، لكن الناس فضلت تجري وراه هم والبوليس لحد ما جابوه واتسجن. وفي 17 مارس تم تقديم عباس محمود أنديل للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، وأثناء محاكمته تظاهر أعداد غفيرة من المصريين والأجانب أمام المحكمة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه. وسمع قاضي محكمة جنايات القاهرة مرافعة النيابة ودفاع المحامي الخاص بيه، اللي ذكرت الصحف إن اسمه كان إبراهيم رياض. وفي النهاية أعلنت المحكمة تحويل أوراق المتهم لفضيلة المفتي للبت في حكم إعدامه. وبعد 4 أيام في 21 مارس أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإعدام المتهم، واعتبرت الصحف إن الحكم مرضي جدا لعموم الشعب اللي أصابتهم الحادثة بالصدمة وشعروا بالغضب لتجرد المتهم من كل معاني الإنسانية والشرف وقتل الأرواح بريئة كل ذنبها إنها كانت بتشوف أكل عيشها. تصدق دي؟